يتأجل حسم نهائي دوري أبطال أفريقيا في كازابلانكا في المغرب بعد ما الوداد جاب جون في الدقيقة 85، جون ملهوش أي لازمة عشان الماتش ينتهي 2-1، الأهلي يكسب الوداد 2-1. بشوف إن كولر النهاردة برغم إن هو مدرب عالمي، لكن بيعيب عليه إن هو تغييراته متأخرة جدا. يعني ازاي كهربا يلعب لحد الدقيقة 83؟ النهاردة كهربا كان سيء جدا وكان المفروض يطلع بين الشوطين، لكن ربنا وفقه بجون. بشوف ان جون عالمي، الشحات هو اللي يعني متسبب في الجون ده 100%. النهارده ازاي واحد زي الشحات ده النهارده كان يطلع؟ الراجل يعني كورتين ميت، يعني ميتين، هو اللي عمل منهم الجونين. فالشحات النهارده ما كانش المفروض يطلع نهائي. تغييره غريبه جدا. النهارده شريف المفروض كان ينزل مكان كهربا عشان شريف ينزل يستلم ويلعب كوره. النهارده كهربا كان مرمي في حضن الاتنين مدافعين، وكان يعني كان مريح الدفاع جدا. التحامات صفر، بدنيا مش قادر، اناني. فانا كنت بشوف ان كهربا كان لازم يطلع، فكنت بعيب على كولر النهارده. تغييراته دايما المتاخره، يعني معرفش ليه. النهارده معرفش ليه ازاي تراجع في الشوط الثاني. النهارده رجع يدافع، كان المفروض يخطف الثالث والرابع. النهارده الوداد شفناه مهزوز بعد الجون الثاني، فكانت غريبه جدا. الكور الثابته النهارده للنادي الاهلي كانت سيئه جدا، ما كانش فيه اي استغلال ليها. كنت بعيب على النادي الاهلي في عدم استغلاله الضربات الثابته. النهارده بشوف ان علي معلول هو اسوأ لاعب في الماتش، لا دفاع ولا هجوم. والنهارده هو السبب في الجون النهارده. يعني جون غريب جدا، بيتحمل يعني 90 او 100% علي معلول، وبعده محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم بيعيب برضه ثقته الزايده في نفسه، يعني بتتسبب باخطاء كارثيه على النادي الاهلي. النهارده ماتش عالمي، الشحات وبيرستو اتنين جناحات كويسين جدا. مش عايزين نصدر الطاقة السلبية للاعيبة النادي الأهلي، إن الأهلي خلاص هيروح يخسر واحد هناك وهيخسر بطولة. بالعكس، النادي الأهلي لو رجعنا للذاكرة هتلاقي أغلب بطولاته كلها بتيجي من الماتشات النادي الأهلي مضغوط فيها وبيروح يعمل نتيجة عالمية هناك. شفنا نفس اللعيبة دي ماتش قبل النهائي، راح عملوا ماتش عالمي في الرجاء في المغرب، وعارفين ان جمهور الرجاء اقوى من جمهور الوداد بكتير واقوى واحمس. فانا بشوف ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي هتروح واحنا لينا الافضليه 2-1 لينا. النادي الاهلي مش من السهل ان هو يجي في جون. ان شاء الله النادي الاهلي يجيب جون هناك ويعقد الموضوع، وان شاء الله الصعود فيه، يعني ان شاء الله الفوز وحسم البطوله في المغرب هيبقى ليها طعم كبير قوي لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي.